نوح كذبوه، وإبراهيم رموه في النار ليحرقوه، وموسى تآمروا ليقتلوه، ويحيى من أجل باغية قتلوه، وزكريا بالمنشار نشروه، وعيسى أرادوا أن يصلبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام مر كل هؤلاء. بمكة كذبوه ووقفوا أمام بيته ليقتلوه، وفي أحد وبدر قاتلوه، وفي الخندق حاصروه، وفي قطعة لحم سمموه. فماذا تنتظر من الناس؟ أنت ماذا تنتظر من الناس؟ وماذا تنتظر من دنيا يباع فيها يوسف ب8 بخس، ويقدم فيها للنار إبراهيم، ويكذب فيها نوح، ويتهم فيها بالسحر موسى، ويقدم مهرا للباغي رأس يحيى، ويرمى بالحجارة محمد عليه الصلاة والسلام. أنت تنتظر من هذا أن تربت على كتفك؟ لا والله. فكم من كربة أبكت عيوننا، فهونها علينا الكريم فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا فأراد الله لقياها فحانت، وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت. هذه الدنيا لنا فيها شؤون، إن زينتها بالصبر زانت. بارك الله فيكم وجزاكم الله عني كل خير. أخوكم ومحبكم في الله إبراهيم الحلقي.